يعطيكم العافية ومساكم الله بالخير، وسوري جدا طولت عليكم يومين، كان عندي شوية ظروف بسيطة. طبق اليوم تشيكن بتر، شيء لذيذ وسهل. طبعا عندنا هني المكونات: دياي صدور، طماط، بصل مقصص صغار، ثوم وزنجبيل، كريمة بيضة، كزبرة وقالب زبدة، يمكن نحتاج أكثر ما أدري بعدين. وهذه البهارات الحين أصور لكم صورة حق المكونات وأكتب لكم البهارات شنو هي. طبعا البهارات هني عندنا كاري، كثر من الكاري، كركم، صبغة زعفران، ملح، فلفل أحمر وفلفل أسود، سهلة جدا. طبعا أول شيء نسوي نقلي الدياي شوية بالزبدة، نحط شوية بصل كذي على الريحة، نقلبه شوي ونقط فوق الدياي، نقلب كذي 10 دقايق بعدين نحط الباقي. عموما في طريقتين حق التشيكن بتر. اكو ناس تسوي الدياي اول شيء بروح تقليه، بعدين تسوي الخلطه كلها، بعدين تخلطهم مع بعض. وفي طريقه ثانيه اللي هي قاعد اسويها انا الحين، هذه شويه اسرع. الحين نقط الدياي، قطينا الدياي نقلبه بالزبده، نخليه يتشوح شوي يعني لين تقريبا يستوي نص استاو، مو استاو كامل عشان لا يتنتف عندنا لان ورانا طماطم كذي. ما يتقلى الدياي الحين راح نبلش. حطينا زيت، ننطره يحتر شوي ونخلي البصل، نقط البصل نحمسه شوي، نحط عليه الثوم والزنجبيل والبهارات. نحط شوية بهارات على الدياي، مو وايد، شيء بسيط، شوي فلفل اسود وباربيكا، ملح ما نحط صبغة زعفران شوي. الحين نحمس الثوم والزنجبيل والبصل، والحين نقط بهاراتنا شوية بس نقلبهم ونقط بهاراتنا. قطينا البهارات الحين نحمسهم. لا تشوفوا البهارات وايد، ترى هذا كله راح ينقط على الدياي بعدين. حطينا الطماط الحين نحمس شوي، نقلبه بعدين نسكر عليه، خليه يذوب الطماط شوي. ما طبعا نضيف لها شوية ماي وخليها كذي عشان يستوي عدل الطماط، ونسكر عليها. قوطي او 3/4 قوطي حسب الكمية اللي انتم مسوينها، ونص قوطي مع الدياي شوي نحمسها كذي بروح، بعدين نخلطها مع الدياي. نقط الكزبرة على الدياي ونخلطها مع المعجون عشان يعطي نكهة طيبة. طبعا نهرس الطماط عشان لا يبين، نهرسه حده. الحين بعد ما هرسنا الطماط نحط الكريمة، كريمة البيضة هذه اللي سألني عنها. شوف قوطي قوطيين حسب الثقل ماله. تقريبا الصوص صار جاهز، الحين نصبه على الدياي ونخلط شوي ونخليه خضر. وهذه الزبدة حق آخر شيء، إذا حطيتها ربع قالب تعطي لمعة بالبتر تشيكن، لما تنشب يصير شكله جميل وطعمه لذيذ. طبعا التشيكن بتر تقدر تسوي شيء ثاني يكون جاهز كذي، تقدر تاكله بخبز او عيش، تقدر تقط عليه معكروني يصير باستا. يما الباستا قوية مالته.